أخوتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم. سلام الله عليكم أيها المغاربة الأحرار، جميع المغاربة في كل بقاع العالم. خوتي العزاز، الله يجازيكم بخير. بغيت هذا الفيديو يتبارطاجا لو ماكسيموم باش الصوت ديالنا يوصل، والصوت ديال الشعب المقهور يوصل على هذا المستوى المعيشي اللي راحنا عارفينه هاد الايام، وهاد غلاء الاسعار المتزايد اللي راحنا نعرفوه في الاسواق المغربيه وفي جل الاسواق المغربيه، بدون حتى شي واحد ما يحرك حتى شي حاجه. بالعكس، كيزيدوا غير يطحنوا ويضغطوا على الشعب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صراحة هادشي اللي راحنا نشوفوه هاد الأيام هادي يعني فاق التوقعات وفاق المستوى. صراحة الشعب المغربي ماشي كله لاباس عليه، وماشي كله يعني خدام في شي قطاع، ولا كاين اللي ما خدامش، كاين اللي بيطالي، كاين اللي ما عندوش. وهذا المستوى هذا وهذا الغلاء اللي كنعرفوه راه ما غاديش يقدلو الشعب، وما غاديش يقدلو واحد ما خدامش وعنده كما نقولوا 4 ديال البز ولا 5 وكاري، راه ما غاديش يقدلو. وهذا الشيء هذا راه كيأدي بينا للحضيض، وكيأدي بينا لشي صوالح اللي غادي نحصلوا فيهم. يعني كما نقولوا المسؤولين الكبار ما عارفينش هذا الشيء، عارفين بأن المغرب كامل مستوى واحد، يعني اللي هو المستوى ديالهم، وما عارفينش بأن هناك كما نقولوا طبقات وفوارق اجتماعية. يعني كاين اللي لاباس عليه، كاين اللي متوسط، كاين اللي ما عندوش كاع، كاين اللي عنده، كاين اللي غير كيسلك. راهم خصهم يراعيو هاد الشيء هذا، ويشوفوا تحتهم شوية، ويشوفوا الشعب اللي تحتهم راه ما قادرش على هذا المستوى. لأن الخضر صراحة هاد الأثمنة هذه اللي راحنا نشوفوا في الأسواق، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يقد لها غير واحد اللي من 10,000 درهم أو 15,000 درهم للفوق. واحد اللي كيتوشي 2000 درهم أو 1500 درهم أو 2500 درهم وكاري وعنده البز وكيقري البز وكيكسيهم وكذا، راه ما غاديش يقد لهذا الشيء هذا. اللحوم وما أدراك ما اللحوم، حتى هي راها في البلافون. زيد البطاطا، البصلة، زيد الزيت، الضو يجبد الماء يجبد، لا حول ولا قوة إلا بالله. هاد الشيء هذا صراحة كيمرض وكيدمر النفسية، وأي واحد ما غادش يقدر لهاد الشيء هذا. وهاد الشيء هذا راه كيؤدي لصوالح اللي ماشي حتى لتما، كيؤدي لطلاق، ويولي الإنسان عالة على المجتمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هذا المنبر هذا كناشد المسؤولين باش يداركوا الأمور ويشوفوا الحسابات ديالهم. وهذا المخطط اللي هو مخطط المغرب الأخضر راه ما نافع حتى بشي حاجة، ما شفنا منه والو. خصهم يراجعوا نفسهم ويراجعوا ويدبروا الأمور ديالهم من أجل هذا الوطن الحبيب، من أجل هذا الوطن اللي كان بغيوه من القلب. وما بغيناش هذا المجتمع هذا ينحل أو يتفرق، لأن المغرب صراحة راه كيتضرب به المثل في دول أوروبية ودول الخليج ودول العالم بأسره. فيما مشيت كتسمع المغرب في تنمية مستدامة، فيما مشيت كتسمع المغرب عندهم حسن الخلق وحسن يعني حسن الجوار، وعندهم أي حاجة زوينة صراحة. وما بغيناش هاد الشي هذا ينعكس علينا ونوليو ماشي مزيانين، ويتدمر هذا المجتمع هذا بيكم نتوما. فلهذا الله يجازيكم بخير يا المسؤولين الكبار، راني كنوجه لكم النداء من هذا المنبر. انا شعب، انا واحد من الشعب، وحتى انا كنعيش هذا الشيء هذا. كنوجه لكم هذا النداء، الله يجازيكم بخير. داركوا الامور ديالكم وريقلوا اموركم باش تكون هناك وحدة وطنية، وكامل الشعب يعيش في أمن وأمان واستقرار، ويعيش مطمئن ومطمئن في النفسية ديالو، وتا هو يقري وليداتو كيبغى ويشوف وليداتو كيبغى، وتا هو يرتاح نفسانيا وبدنيا. لأن
المواطن المغربي يخدم كاع النهار ما غاديش يتوشي هاد يعني كيما نقولوا واحد الصالير اللي غادي يقدو في هاد الحوايج اللي راكم تزيدوا فيهم. وكما شفتوا المظاهرة اللي دازت في مدينة وجدة، شفنا واحد المرأة مغربية صراحة، تحية من هذا المنبر، مرأة ب1000 رجل صراحة شرشماتهم، عطاتهم على شي يدوروا، ونستعرف بها. قالت داك الشيء اللي خصو يتقال، وقالت هذاك الشيء اللي كيعيشو المواطن المغربي البسيط، وصراحة عرات على الواقع. فكنقول لها تحية نضالية من هذا المنبر هذا. وإحنا ما بغيناش هذا المغرب هذا يتفرق، بغيناه يبقى في كتلة واحدة، بغيناه يبقى دائما وراء جلالة الملك نصره الله اللي كيحب الخير لهذه البلاد. صراحة جلالة الملك ما لمسنا منه غير الخير ملي بدا ولاية ديالو، يعني ملي جلس في كأس يعني كيما نقولوا ملي تولى العرش ديالو. صراحة ما شفنا منه غير الخير، ودائما المغرب في تنمية مستدامة، ودائما المغرب الفوق. عاش الملك وعاشت الأسرة العلوية. ولكن هاد كيما نقولوا هاد المسؤولين الكبار هما اللي راهم كيديروا واحد القرارات عشوائية، وخصهم يداركوا الامور ديالهم. نشوفوا هاد المراه هادي اللي كانت، وصراحه يعني هي بنت الشرق، باينه فيها ملاكسون من اللهجه ديالها بانها بنت وجده. وشوفوا الكلام ديالها القوي، وشوفوا الكلام ديالها اللي عرات على شله امور. تفرجوا خوتي، وبغيت الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين، لو ماكسيموم دو بارطاج، وتابوناو معنا باش دائما تعيشوا معنا الواقع المغربي. الله يجازيكم بخير وشكرا لكم. مغربي فوت عليك، طلعك فوق الكراسه باش تخدموا ولادكم وتخدموا صحابكم وناسكم وعائلاتكم. البطاطا، المطيشه، كلشي اللي كان عايش بها المسكين غليتوها. هذا عار، هذا عار، هذا عار. البلايص باش الناس توظف ما كاينيش، وبالاخص المنطقه الشرقيه. بلعتوا الحدود، عطيونا بديل لولادنا، عطيونا بديل. هادشي راه عار. كاع المغاربه وكاع المدن المغربيه الا ودرتو فيها مشاريع، الا هاد المكشوفه نتاع وجده، واش حنا ما حاسبيناش مغاربه؟ هادشي راه عار. ولادنا راه حقهم مهضوم، بناتنا حقهم مهضوم، وهذا عار هاد الحكومه. كنتو تقولوا بان بن كيران هو اللي فسد البلاد، وكي بن كيران كي نتوما. تا واحد فيكم ما دار الخير في هاد المسلمين هادو، هاد المغاربه نتاوعنا. نعنو الشيطان وإلا ما